تعالوا وهم لا يعرفونه. قالوا: ماذا تريد؟ قال: لماذا هذا الرجل ميت ولا أحد يحمله؟ من هو؟ وأين أهله؟ قالوا: هذا فلان الزنديق شارب الخمر وزان. قال: أليس هو من أمة محمد عليه الصلاة والسلام؟ فاحملوه معي إلى بيته. ففعلوا، ولما رأته زوجته أخذت تبكي، وذهب الناس، وبقي السلطان ورئيس الحرس. وأثناء بكائها كانت تقول: رحمك الله يا ولي الله، أشهد أنك من الصالحين. فتعجب السلطان مراد وقال: كيف من الأولياء والناس تقول عنه كذا وكذا، حتى أنهم لم يكترثوا لموته؟ قالت: كنت أتوقع هذا. إن زوجي كان يذهب كل ليلة للخمارة يشتري ما استطاع من الخمر، ثم يحضره للبيت ويصبه في المرحاض ويقول: أخفف عن المسلمين. وكان يذهب إلى من تفعل الفاحشة يعطيها المال ويقول: هذه الليلة على حسابي، أغلقي بابك حتى الصباح. ويرجع يقول: الحمد لله، خففت عنها وعن شباب المسلمين الليلة. فكان الناس يشاهدونه يشتري الخمر ويدخل على المرأة فيتكلمون فيه. وقلت له مرة: إنك لو مت لن تجد من يغسلك ويصلي عليك ويدفنك من المسلمين. فضحك وقال: لا تخافي، سيصلي علي سلطان المسلمين والعلماء والأولياء. فبكى السلطان وقال: صدق والله، أنا السلطان مراد، وغدا نغسله ونصلي عليه وندفنه. وكان كذلك، فشهد جنازته مع المسلمين السلطان والعلماء والمشايخ والناس. نحكم على الناس بما نراه ونسمعه من الآخرين، ولو كنا نعلم خفايا قلوبهم لخرست ألسنتنا.